السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل شوية قراقيش، لكن تحفة، 2 في 1. حاجة كده دايبة ومقرمشة. هنقول بسم الله. معايا معلقة كبيرة من الخميرة او كيس من الخميرة الفورية، عليهم معلقة كبيرة من السكر، عليهم شوية مية من دافية. نقول بسم الله، ولازم نقلبهم كده مع بعض ونسيبهم شوية علشان نعمل تنشيط للخميرة بتاعتنا قبل ما نعمل اي حاجة خالص. هنغطيهم بقى ونستنى عليهم شويه على بال ما تنخلي الدقيق بتاعك وتجهزي الحاجه بتاعتك. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا 2 كيلو من الدقيق منخول، معايا معلقتين كبار من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، ومعلقتين كبار من السمسم المتنقي كويس. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطهم على الدقيق، وكيس من البيكنج باودر هنضيفه على الدقيق هو كمان، ومعانا الفانيليا بتاعتنا، ورقتين من الفانيليا او فانيليا من الازازه زي ما انتم شايفين كده. دي كده المواد الجافه بتاعتنا مع بعض. هنبدا نخلطهم كويس قوي مع بعض قبل ما نضيف السمنه ولا الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. خلطيهم بقى كويس قوي كده مع بعض. لو انت بتحبي تنكهي القرص بتاعتك او القراقيش بتاعتك بالشمر او اليانسون، تقدري تديهم نص ضربه كده في المطحنه بتاعه الخلاط وتضيفيهم على الدقيق مع السمسم بالطريقه دي لو انت حابه يعني تحطيهم. خلطنا كل المكونات الجافه بتاعتنا مع بعضها. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايه، الكوبايه بتاعتي كوبايه الشاي اللي هو مج الشاي الازاز العادي بتاعنا اللي في كل بيت، السعه بتاعته 250 مللي من السوائل. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معانا 2 كيلو دقيق، هنحط لهم كوبايتين من السمنه السايحه مش المقدوحه. ادي اول كوبايه، ودي الكوبايه التانيه. نقول بسم الله. يبقى كده ال2 كيلو الدقيق عليهم كوبايتين من السمنه السايحه مش المقدوحه، وهنحط لهم 2 من الزيت، كوبايتين من الزيت. يبقى كوبايتين سمنه كوبايتين زيت ل2 كيلو دقيق. ادي اول كوبايه، وادي الكوبايه التانيه. يبقى احنا حطينا كوبايتين سمنه كوبايتين زيت. انا الكوبايه التانيه مش هحطها كلها، انا هحط نصها بس، والنص التاني انا هضيفه وانا بعجن اهي، نص بس. يبقى انا حطيت كوبايه ونص من الزيت، كوبايتين من السمنه لل2 كيلو الدقيق، والنص كوبايه الزيت اللي باقيه هحطها وانا بعجن. هنقول بسم الله. نبدا بقى نبس العجينه بتاعتنا. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، نبسها. نبدا بقى نبس معانا الدقيق مع السمنه مع الزيت كده، نبسهم بالمنظر ده كده اهي، نبسهم بس كده ايه كويسه قوي. انا ليه سبت نص كوبايه الزيت اللي باقيه؟ علشان ممكن الدقيق بتاعي ما يبقاش محتاجها، يبقى دايب كده مع الكميه اللي انا حطيتها، فما استخدمش النص كوبايه الزيت اللي باقيه. هنبدا بقى نبسها كده كويس قوي مع بعضها، وبعد كده نبدا نعجنها بميه دافيه. بسنا الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده مع السمنه. هنقول بسم الله. اول حاجه نحطها الخميره بتاعتي اللي انا نشطتها. بسم الله ما شاء الله، شايفينها بتفور ازاي؟ لازم تكون كده، لو ما فارتش معاكي كده تبقى مش كويسه، ما تستخدميهاش. هنبدا نحط بقى ميه دافيه شويه بشويه كده. ناخد بالنا قوي احنا بنحط الميه شويه بشويه علشان العجينه بتاعتي تطلع معايا مظبوطه. هبدا بقى انا اعجن واضيف الميه شويه بشويه. شايفين انا عجنتها شويه اهي. احط لها بقى معايا نص كوبايه الزيت اللي انا سبتها. نقول بسم الله. هنحطها شويه بشويه، يعني احط شويه ونشربهم وبعد كده نحط شويه تانيين. انا حطيت ربع كوبايه الزيت، وده الربع التاني هنقول بسم الله هنحطه هو كمان، ونعجنه ونشربه للدقيق بتاعنا. العجينه بتاعتي خلاص، هسيبها ترتاح 10 دقايق بس بالظبط، وهبدا اشكل فيها. نبدا بقى نقول بسم الله كده، نفردها اهي المنظر ده كده، وتفرديها بس نص فرده، ونقول بسم الله. هنظبطها كده اهي زي ما انتم شايفين كده. تبداي ترصي في الصينيه وتسيبي مسافه زي ما انتم شايفين اهي، منتهى السهوله. وهتبداي تسيبيها تتخمر تاني
قبل ما تتحط في الفرن. قبل ما تخبزيها في الفرن لازم تسيبيها تتخمر كويس قوي. تبداي بقى تعمليها كده زي البقسماطه كده وتبرميها المنظر ده كده. تفرديها بس نص فرده كده وتبداي تشكلي. هتطلع معاكي بالمنظر ده، وتبداي ترصي في الصينيه وتسيبي مسافه وتسيبها تخمر قبل ما تدخل الفرن. التسويه بتاعتها الفرن بتاعي بيكون سخن جدا، بتوطي الحراره اقل من المتوسط بشويه، وتحط الصينيه بتاعتك من تحت تحمر من تحت، ترفعيها تحت الشوايه برضو النار بتكون اقل من المتوسطه، يطلع معاكي احلى قراقيش هتعمليها. القرص اللي طلعت من 2 كيلو دقيق، انا حطيت هنقول تاني 2 كيلو دقيق عليهم كوبايتين من السمنه السايحه وكوبايتين من الزيت وشويه السمسم والملح والسكر والخميره ومعجونين بميه مش بلبن. وهنقول بسم الله. شايفين شكلها من جوه عامله ازاي؟ سامعين صوتها القرمشه وده الذوبان بتاعها، ما شاء الله حاجه تحفه. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ان شاء الله.